احنا كمان عايزين نعرف محطة في بيزنس انت ساعدته واستشارة او المساعدة اللي حضرتك قدمتها لهم فرقت معاهم كتير قوي. كتير طبعا كانوا سعاد. انا بحسب النجاح ده بشكل مختلف، يعني انا بقول لو انا حققت تغيير في حياة مؤسسة او في مسارها فهو نجاح، ولو العميل شعر بهذا التغيير ولمس العوائد بتاعته المالية، لان انا راجل بتاع بيزنس فبحسبها في النهاية ايه؟ فلوس. بالظبط. والعميل نفسه الترجمة هي ما يفهمش اي حاجة غير زيادة مبيعات بالظبط، ريفينيو وربح. ريفينيو دخل جاله كبير وربح اتحقق منه. عندي بعض الانشطه والقصص الجيده جدا الحمد لله في المملكه العربيه السعوديه، خصوصا للشركات الصغيره والمتوسطه واللي بتعمل في مجالات مختلفه ومتنوعه. وعلى سبيل المثال الحصر يعني بعض المؤسسات اللي بتعمل في تحفيظ القران الكريم. يعني في مؤسسه بتحفظ القران الكريم اولا لغير الناطقين بالعربيه، ففي صعوبه كبيره جدا جدا، وبتساعد بعض الناس اللي يحافظوا على حفظ هذا الكتاب الكريم العظيم، وبتقدم الخدمه دي عبر الانترنت. ودي ما كانش عندها طلاب، وكانت بتواجه تحدي كبير جدا. كانت بتعمل خدمات كتير جدا مجانيه زي خدمه التقييم لوضعك الحالي، هل انت حافظ كام سوره، حافظ كام ايه، بتقدر تجود، بتقدر تقرا بشكل الصحيح ولا لا. وكانوا بيعملوا الكلام ده مجانا. النهارده كانت هي بادئه من المملكه العربيه السعوديه، هي النهارده موجوده في 6 دول، منهم دول بره خالص، ابرود خالص. يعني في معانا طلبه من كندا. المؤسسه بقى عندها شغل كبير وبقى عندها عملاء من مختلف الدول. وده انا شايف ان دي انا يعني الحمد لله من نقط النجاح الجيده اللي الواحد عملها، قد تكون اجر في الاخره افضل من الدنيا. يعني حاجه جميله يعني. يعني. ما شاء الله. دي من اجمل المحطات اللي بحبها، وبحس ان انا عملت فرق استفيد بيه ويستفيد بيه اخرين.